بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي الكرام في هذا اللقاء المتجدد وفي هذه الحلقة. دائما كما العادة أخوكم البداد المغربي يحييكم. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة وعافية. هذه الحلقة تحت عنوان تعجبت لأمر اليمنيين أو تعجبت لأهل اليمن ولشعب اليمن. سأعود إخواني أخواتي الكرام إلى مشاركة تعليق تركه أحد الأصدقاء المشتركين على هذه القناة من وطننا العربي، وهو يقول: تعجبت لأمر اليمنيين، يبكون على فلسطين ويحزنون على سوريا ويتألمون على السودان ويفتقدون ليبيا إلى آخره. والسؤال أريد أن أطرحه معكم إخواني أخواتي الكرام: عندما أتصفح أغلب القنوات، عندما أتصفح أجد جميع المحتويات الهادفة والتي تهم الوطن العربي، وعندما أجد جميع القضايا، جميع المؤثرين وجميع المحللين والصحفيين والكتاب واليوتيوبر في أي قضية في وطننا العربي يتكلمون فيها. وعندما أدخل على التعليقات أجد أغلب التعليقات من اليمن على أي قناة، أي موضوع يخص الوطن العربي، أي قضية تخص الوطن العربي أو الإسلامي، أي قضية إسلامية تناقش على أي منصة، مباشرة تدخل على تلك الحلقة لتشاهدها. مجرد ما تتصفح التعاليق تجد السواد الأعظم هم اليمنيين. أخوكم من اليمن، أخوكم من صنعاء، أخوكم من تعز، أخوكم من الحديدة، أخوكم من عدن، أخوكم من صعدة، أخوكم من كذا، أخوكم من كذا. يعني جميع المواضيع التي تهم الوطن العربي تجد أغلب المتابعين وأغلب من يتفاعل مع القضايا الأمة العربية والوطن العربي تجد اليمنيين، رغم آلامهم، رغم يعني كل ما يعانوه، رغم يعني التخاذل اللي تعرضوا له من الوطن العربي خلال يعني العشر سنوات الفائتة، رغم كل شيء، إلا أنهم تجد أول شعب وأكثر شعب عربي يتفاعل ويهتم بشأن الوطن العربي. هذه إخواني أخواتي الكرام ليست مزايدة. أنا أتفق معكم أن في كل أوطاننا العربي فيها أحرار وفيها شرفاء وفيها من يحملون هم الأمة وهم الوطن العربي وهم الإسلام، لكن هؤلاء اليمنيين حالة خاصة، اليمنيون حالة خاصة. أنا اليوم أتعجب كيف يعني ما شاء الله عندهم كل هذا الإيمان، وصدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أنهم ألين قلوب وأرق أفئدة. صدق فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما وصفهم بهذا الوصف، خصوصا في القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية اليمنيون تحس كأن اليمنيين هم نفسهم فلسطينيين، كأن اليمنيين هم نفسهم فلسطينيين. لا تجد أي فرق بين اليمني والفلسطيني. يقول لك اليمني أنا والفلسطيني مصير مشترك. يعني عندما تجد هذا الاهتمام وهذا التكافل وهذا الحب وهذه التضحية من اليمنيين تجاه الفلسطينيين تحس بالأمل، وتقول أن فلسطين في أيادي آمنة. ما زال هذا الشعب اليمني العظيم محافظ على إيمانه وعلى ثقافته وعلى عاداته. تقول أن فلسطين في أيادي آمنة، لأن اليوم كما دائما أشارك معكم اليمن هي الفتيل المشتعل، واليمن هي الأمل. اليوم نحن كوطن عربي عندما نشاهد الأحداث وعندما نشاهد الموقف اليمني وموقف الشعب اليمني تجاه الأحداث الحاصلة، خصوصا ما يدور الآن في غزة، ونجد الموقف اليمني الداعم والمشرف، يعني نحس بشيء من الأمل ونحس بشيء من الهدوء، ونقول وبصريح العبارة وبالفم المليان
ما دام أبو يمن موجود فلا خوف على فلسطين. ما دام أبو يمن موجود فلا خوف على الوطن العربي. هذه حلقة بسيطة جدا فقط لمناقشة ما هو السبب وراء اهتمام الشعب اليمني وأهل اليمن بقضايا الوطن العربي. لماذا يتميزون أهل اليمن عن باقي الشعوب والوطن العربي؟ لماذا أهل اليمن رغم كل معاناتهم ورغم كل ما يعانوه إلا أن قضايا الوطن العربي تبقى أولى اهتماماتهم؟ رغم كل شيء تجد اليمني يعاني كل المعاناة، رغم كل ما يتعرض له اليمن ورغم كل معاناتهم. لا ينكر إلا جاهل ما يعانوه اليمنيون. لكن رغم كل هذه الأحداث، كل هذه الأشياء لم تمنحهم في نصرة الحق وفي نصرة المظلوم، في الوقوف مع أهلهم ومع أبناء جلدتهم ومع مجتمعاتهم. نحن كلنا وطن عربي واحد، لا نؤمن بهذه الحدود سيس بيكو إلى آخره. نحن نعتبر أنفسنا شعب واحد، وطن واحد، أسرة واحدة كبيرة. لكن هذا الإحساس إحساس الوطن العربي اليوم تجده في الشعب اليمني فقط. في الشعب اليمني تجد اليوم هذا إحساس الشعب الواحد، إحساس الأسرة الواحدة، إحساس المصير المشترك الواحد. هو بيت القصيد من هذه الحلقة: ما هو السبب وراء اهتمام أهل اليمن بأبناء جلدتهم وبإخوانهم من العرب ومن المسلمين بصفة عامة، رغم أنهم هم يحتاجون من يقف معهم ومن يهتم بأمرهم ومن يقدم لهم المساعدة ومن يدافع عنهم ومن لأن إخواننا في اليمن الآن دخلنا في السنة 11، عانوا جميع المعاناة إعلاميا وعسكريا، كل شيء، أمور كثيرة. إن أحببت إخواني أخواتي الكرام سنناقشها نقطة بعيدا عن أي مزايدات وفي حيادية وبعقل ومنطق. لن ننحاز إلى أي طرف،